الرياض، لكن مع طبعا طبيعة المهمة التي يقوم بها الوفد اليمني هناك، ونتحدث بذلك مع الشيخ علي سالم بن عوض الحارثي أحد كبار مشايخ شبوة وعضو هذا الوفد اليمني الرسمي الذي يزور المملكة. مساء الخير شيخ حارثي، وأهلا فيك بحدث اليوم. شيخ حارثي، تتابعون لقاءاتكم بأكثر من اتجاه بما يتعلق بمؤتمر الرياض، ربما من ناحية، وأيضا لا أدري إن كان في تفعيل لما أعلنه وزير الخارجية حول طلب تدخل رسمي. هل يمكن أن تفيدنا بالنقطتين؟ تفضل. مساء النور أخ نجوى. أهلا. نحن هنا نتشاور فيما بيننا، وقبل هذا وذاك أولا أترحم على الشهداء وأدعو للجرحى بالشفاء العاجل. ثانيا أشكر الملك سلمان بن عبد العزيز وأخوانه زعماء دول مجلس التعاون والأمين العام لقبولهم دعوة فخامة رئيس الجمهورية. بالنسبة لنا نتشاور بناء على طلب فخامة رئيس الجمهورية أولا. ثانيا نناقش وضع القضية الجنوبية، لأنها قضية محورية وقضية وطن، والحمد لله الأمور تسير كما ينبغي. أطمن إخوتي في كل أرجاء البلاد بأن الأمور تسير كما ينبغي. بالنسبة يعني للتدخل، ماذا تعني عفوا شيخ حارثي، ماذا تعني؟ يعني هل الآن القضية الجنوبية هي الأولوية مع هذا التهديد الحوثي بأنه يدخل إلى مناطق الجنوب؟ لا احنا لأنه القضية مهمة، قضية الجنوب طبعا هي مهمة. فأريد أبلغ رسالة لأخوتي بأننا الآن أن نلتف. أنا أكبر انفصالي وأنا أكبر متشدد، لكننا اليوم نتكلم بالعقل. نحكم عقولنا أمام عدو فارسي إيراني بحت، ليس لها أبدا، المسألة ليست يمنية الآن. إيران تقوم بمشروع ضد العرب بشكل عام، ولكن عن طريق اليمن. نعم. الآن نعم. مثل ما أتى دورهم في لبنان، مثل ما في الدول اللي سبقت، سوريا، العراق، وما يجري في البحرين. فنحن الآن متماسكين لصد هذا العدو. كما أني أشكر أخوتي في الحراك الذين ذهبوا للتسجيل في والانخراط مع القوات الشعبية والأمن والجيش. الحراك الآن احنا لحمة واحدة. إيه بس هلالين شيخ حارثي. الحراك الآن هو ضمن اللجان الشعبية. نعم انخرط وبقوة وضمن الجيش. نعم هو مع الرئيس، مع شرعية الرئيس في الوقت الحاضر. نعم اختلفنا معه سابقا، لكننا اليوم أمام عدو إيراني ليس عدو يمني أبدا. علي عبد الله صالح هو دمية، سن مراهقة ما بعد 70، رجل وصل إلى كل مراحل. ماذا يريد؟ إله يريد؟ يعني حكم 33 سنة، هل يريد يحرق الشعب اليمني؟ وأتانا شخص آخر في سن مراهقة في مران. ألا يعقل هذا الإنسان ويسمي نفسه سيد في كهف؟ هؤلاء جنون. لكني أوجه نداء إلى إخواني في كل المحافظات، في كل المدن. أقول لهم أولا عدن الصمود. عدن ليست بعمران ولا صعدة وليست بمثيل أبدا بغيرها. ثانيا شكرا لتعز وأبناء تعز، أثبتوا بأنهم رجال عند الشدائد. أشكرهم شكر جزيل، وأدعو كل المدن اليمنية أن تحذو حذو تعز. أدعو في ذمار، أدعو في عمران، نعم. أدعو في صنعاء، أدعو في صعدة. الكل يقف ضد هذا العصابة النتنة. هؤلاء مجموعة بسيطة تسوق لمشروع فارسي إيراني بعيد المدى. طيب شيخ حارثي، بالنسبة لموضوع التدخل، هل فعلا تقدمتم بطلب رسمي من المسؤولين السعوديين الذين تقابلونهم؟ لا أدري من هم، يعني لا أدري من قابلتم حتى الآن.
سيدتي الكريمة، هذا يخص وزير الخارجية، وتقدم وزير الخارجية بالطلب، ومن حقنا إذا كانت دولة بثقلها مثل إيران لماذا لا نطلب من إخوتنا التدخل؟ تقدم بالطلب رسميا، عفوا بس أنا بدي أكد هذه المعلومة شيخ حارثي. تقدم بالطلب رسميا السيد ياسين. نعم أكيد 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 أكيد، ولا نخجل في هذا ونستحي. نحن أمام مشروع فارسي إيراني. نعم. هل تلقيتم إجابة؟ واضح. إن شاء الله الأمور جيدة وفي طريقها لما هو يصلح الشأن. طبعا إخواننا في الخليج العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ليس لديهم مشروع عدائي، حتى كنا نعتب عليهم عندما يتأخرون يا جماعة نناديهم نحن مش من اليوم، من سنوات. نعم. نادينا عليهم إيران إيران إيران، لكن الناس تستغرب ليش ما يدخلون. أنا أقول أفسر لكل الناس بأنه إيران لديها مشروع عدائي توسعي. نعم. لكن أخواننا في مجلس التعاون الخليجي ليس لديهم هذا المشروع. ألا تتخوفون؟ ألا تتخوفون؟ نعم. مشروعهم الأمن. مفهوم. طبعا معروف المشروع الفارسي التمددي، ولكن ألا تتخوفون شيخ حارثي من أنه يصبح اليمن ساحة لحرب إقليمية غير مضمونة النتائج؟ طبعا نحن حذرنا والله مسبقا. أنا أتذكر كنا في مؤتمر القاهرة في 2011 وأبلغنا دول الخليج، وفي 2012 قابلنا السيد الزياني. حتى أنا كنت من الناس اللي رفضوا دخول الحوار، لأننا نعلم بأننا لن نصل مع علي عبد الله صالح إلى نتيجة أبدا. هذا جانب. الجانب الآخر ليس هناك تخوف. الشعب اليمني بشكل عام حسم موقفه تماما، هو ضد أي تدخل أجنبي. حسم وانتهى، ليس هناك تخوف أبدا بالنسبة للمحافظات الجنوبية أو الجنوب بشكل عام. نعم. أبدا، كلنا في خط واحد مع فخامة الرئيس الآن. ليس هناك بيننا خلاف، وأخوتنا في المحافظات الشمالية نحن معهم، مع جبهة مأرب، مع جبهة البيضاء، مع جبهة تعز، كلنا لتحرير الأرض التي استعمرت من قبل عصابة إيرانية. نعم. نعم. مشترك بها عبد الملك، ما يسمى السيد وليس بسيد للأسف. نعم. عبد الملك الحوثي. طيب بس ألا تعتقد شيخ حارثي بأنه سيعتبر هذا الكلام يعني اتهامات تخوينية لطرف داخلي رئيسي برأيك؟ يعني أيضا يثير الحساسية عند أطراف أخرى. يثير الحساسية عند أطراف يمنية أخرى، عند مجموعات شعبية أخرى يعني. لا المجموعات الشعبية أبدا ليست مع العصابة. هناك من هو والدليل شوفي في تعز إيش اللي حصل بعد ما دخل. إيش اللي حصل؟ انتفاضة في تعز ومن رجال الجيش وقوات والأمن. ولماذا دحروا عندما خرجوا من حدود تعز متجهين إلى حدود الجنوب؟ بالمعلومات اللي وصلت إلى الأبطال قرب تعز، ودمروا عدة يعني مدرعات وعادوا إلى الخلف وقتل الكثير منهم. جبهة مأرب ماذا يحدث فيها؟ في غانية ماذا يحدث؟ في البيض، في كل مكان، في الجوف محاربين في كل مكان تماما. نحن نطمن الشعب بشكل عام بأنه لا وجود لهؤلاء بيننا أبدا أبدا. نعم. أبدا. نعم. سنقتلع هذا المرض من بيننا. نعم. طيب شيخ حارثي، الجنوب من ناحية التسليح والعديد، هل تعتقد بأنه كل شيء جاهز؟ نحن التجهيزات الأولية نعم بالمستطاع. نعم. والقدرة على المواجهة طيب حاصلة، ولكن الدعم السريع. نعم. أما نحن عندنا القدرة على المواجهة حاليا للأيام القادمة القليلة. طيب. نعم. لكننا ندعو إلى الدعم. نعم. نعم. أشكرك شكرا جزيلا الشيخ علي سالم بن عوض الحارثي، أحد كبار مشايخ شبوة وعضو الوفد اليمني الرسمي الذي يزور السعودية حاليا.